التليفون كده. وريني التليفون. لا وريني التليفون بس. هاتي بس والله. ما اديلي النور ده والنبي كده يا استاذه، ما نشوف احنا ايه بتعمل ايه. الحديث ايه يا استاذ؟ انت عماله تتكلمي على الواتس. تكلمي مين على الواتس؟ وانت ايه اللي الادب اللي انت فيها دي؟ يعني احنا يا استاذه احنا قاعدين، انا طالع عيني على السبوره وانت قاعده عماله تتكلمي على الواتس. ده انت ضاربه مشوار عندي يجي ساعه ولا ساعه ونص. يعني لو كلمت ابوك دلوقتي وقلت لك ده بيتكلم بنتك بتتكلم على الواتس مع صاحبتها ولا مع كذا ولا مع كذا، هينفعك يعني؟ وانا المفروض دلوقتي اخد التليفون ما ادولكيش تاني. وانت عارفه ممكن اعمل فيه ايه؟ اعمل له خضار. ده اللي ممكن اعمله. عشان انت مفيش خالص، مفيش احترام ولا ادب. مساء الفل عليكم. طيب زي ما انتوا شفتوا كده، مدرس شاف بنت بتتكلم في التليفون فما عجبهوش الوضع، مسك منها التليفون، او هي كانت بتبعت رسائل على التليفون، خد منها التليفون، معرفش بص في تليفونها، اداها درس في الاخلاق قدام زمايلها ومسك التليفون كسره. طيب حضرتك لو ليك حق ضيعته، البنت غلطانه، انت جايه تتعلمي، جايه تنتبهي للدرس اللي قدامك، بس هنقول في الاخر ده اطفال وسن مراهقه، المفروض ناخدهم بالراحه. حضرتك ده مش دورك، ده دور الاب. انت عينت نفسك واصي عليها، ابسط حاجه تعملها كنت تمسك التليفون وتتصل بوالدها وتقول له بنتك حصل منها كذا في الدرس، او تقول لها اطلعي بره الدرس. انما امسك التليفون اكسره واحرجه قدام زمايلها، هي مش هتزعل على التليفون على فكره، اللي هيزعل على التليفون ابوها، لان ابوها اللي طالع عينه وشاد التليفون ده. في النهايه انت مش واصي عليها، انت ليك دور، انت مفروض قاعده في الدرس تنتبهي للدرس صحيح، ما انتبهتش للدرس اعرف ولي امرها باللي هي كانت بتعمله، احتفظ بالتليفون لغايه ما يجي ولي امرها، او اتصل بولي امرها في التليفون واعرفه اللي حصل. انما امسك التليفون اكسره واحرجها قدام زمايلها، هتخش لك درس تاني ازاي؟ وبعدين ليه ما قدرتش انها ممكن تكون بتكلم مامتها، بتكلم باباها في حاجه مهمه، بعتوا لها رساله مثلا بترد عليهم؟ ليه ما قدرتش حاجه زي كده؟ المفروض تخلي معاك التليفون او تقول لها اطلعي بره الدرس. لما تمسك التليفون تكسره، انت لو ليك حق ضيعته، انت لو ليك حق ضيعته.